الحمد لله الذي امتن على عباده بالأسماع والأبصار، وكرم الإنسان ورفع له المقدار، واصطفى من عباده المتقين الأخيار، فوفقهم للطاعات وصرفهم عن المنكرات، وأعد لهم عقبى الدار. أحمده سبحانه، فهو الذي خلق المنطق واللسان، وأمر بالتعبد وذكر الرحمن، ونهى عن الغيبة ومنكر البيان. فسبحانه من إله عظيم يحصي ويركب، ويرضى ويغضب، وينصب الميزان، يوم تنطق الجوارح وتبين الفضائح، فإذا هم قد أحصيت أعمالهم وفشت أسرارهم، واللي كان مستخبي هيبان. ألم تسمع كلام الرحمن؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولاً أشهد الله أني أحبكم في الله، وأحب لكم الخير والهدى، وأكره لكم بحق الشر والردى. اليوم أحبتي من سلسلة حديثي للشباب نحاول جاهدين أن نتخلص من عادة سيئة جعلت معظم الشباب المسلم خارج نطاق الخدمة، شغلت فكرهم ودمرت صحتهم ونغصت حياتهم، وأصابت الشباب من الجنسين بأضرار جسيمة نفسية وصحية. حديث اليوم بمشيئة الله عن العادة السيئة التي يسمونها بالعادة السرية. وقبل ما نشوف إيه هي العادة السرية، نشوف إيه السبب في كلامنا النهاردة. السبب أنني وجدت بعض الشباب الذين كانوا على الالتزام نضارة الإيمان تبدو في وجوههم بعد أن أنار الإسلام قلوبهم. وجدتهم وقد تحولت حياتهم إلى جحيم، ضيق في الصدر، توتر وقلق، ذبول في الجسم، ضعف في الذاكرة. وحين نسأل عن السبب تجد أنها العادة السيئة. لذلك أيها الأحبة، من خلال حديثنا اليوم نتعرف على تلك العادة القبيحة، والتي تسمى بالعادة السرية أو العادة السيئة أو الاستمناء أو الخضخضة. نغوص في أعماق المشكلة التي انتشرت بين الشباب من الجنسين بشكل رهيب ومخيف ومخزي في نفس الوقت. فهذا فتى يقول: بحثت عن المتعة من خلالها، ومارست تلك العادة القبيحة، وظننت أنني قادر على التخلص منها، لكنني أدمنتها. دمرت حياتي، أضاعت شبابي، ولن أتحدث عن الأمراض التي أصابتني. هو يقول ذلك. فاتقوا الله في أنفسكم عباد الله. وهذه فتاة بسبب الأفلام المثيرة والخلل التربوي بالبعد عن منهج الله وسنة رسول الله أدمنت تلك العادة وهي بنت 11 سنة. السبب كان إيه؟ القصص الغرامية المثيرة، المحادثات الهاتفية العاطفية. هي تقول في رسالتها التي تمثل جرس إنذار وناقوس خطر لكل من ترك نفسه لشيطانه وعبد هواه ولم يتق الله. تقول الفتاة: أشعر بقلق بعد أن بلغت 17 سنة، وأخشى أن أكون قد فقدت بكارتي أو أصبت بالعقم. ثم جعلت تقول: أشعر بالقذارة، وأشعر بالنقص وانعدام الثقة والانطوائية. أخشى الزواج بسبب خوفي من أن أكون غير عذراء. يا لها من مشكلة خطيرة، ضائعة حائرة خائفة، والثقة طريق الأبرار ضائعة. يا لها من مشكلة خطيرة،
حائرة أخشى الزواج خائفة وأشعر بالنقص وانعدام الثقة والانطوائية. والثقة طريق الأبرار سيري بحياء وبخجل وحذاري غضب الجبار فالقبر مواجهة كبرى. يا أمة الإسلام، خوار وقع فيه الشباب. نداء اليوم إلى أصحاب المعاناة، نداء اليوم إلى أصحاب المعاناة، إلى كل من يهمه الأمر ويريد تقوى الله، إلى كل من يبحث بصدق عن الراحة والطمأنينة، إلى من أراد أن يحفظ دينه. اسمعني يا اللي انت عاوز ترتاح، اسمعني يا اللي انت عاوز تطمئن، اسمعني يا اللي انت عاوز تحفظ دينك ونفسك وصحتك. ندائي إلى كل غارق في بحر الشهوات، ولكل من ظلم نفسه بالحرام من اللذات. ندائي إليكم يا من تبحثون عن الاستقامة والراحة والسعادة، إنها صرخات نذير لأولياء الأمور ونداءات تحذير أهتف بها. يمكن حد يسمعني، لعل عاصيا يتوب أو مفتونا يؤوب. اللهم تب علينا جميعا يا أرحم الراحمين. والله ثم والله أحبكم جميعا لله، فتلك عبراتي وكلماتي أنثرها بين يدي شباب فتنت قلوبهم وتعلقت بالشهوات والملذات نفوسهم. أهمس إليكم عودوا إلى طريق الفضيلة والهداية، واتركوا طريق الرذيلة والغواية، حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا وتنتهي أعمارنا. سأبدأ الكلام بتوحيد من لا يغفل ولا ينام. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني. يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نطرح الآن أسئلة تحدد معالم الطريق. ماذا تعرف عن العادة السرية؟ وما حكمها في الإسلام؟ أهي حلال أم حرام؟ ويا ترى ما هي الآثار التي تترتب على هذه العادة السيئة؟ هنتكلم عن الآثار الظاهرة والملموسة، ونتكلم عن الآثار الغير ملموسة، ودي خطيرة جدا. ثم بعد ذلك نحدد طريق العلاج. فإن كنتم تريدون بحق رضا الله أرجو الانتباه، خلص نيتك، وأرجو منك أن تحبني كما أحبك، عشان نستفيد ونوحد الحميد المجيد. أولا، تعرف إيه عن العادة السرية أو العادة السيئة أو الخضخضة أو الاستمناء؟ هي فعل اعتاد الممارس القيام به في معزل عن الناس في أغلب الأحيان، لأنه من الممكن للأسف أن يصل الشيطان بالشباب إلى حد المجاهرة بالعصيان والمعصية. يعني هي عادة اتعود عليها الشباب، يستخدمون وسائل متنوعة للشهوة، أقلها الخيال الجنسي، إنه يتخيل. ليه؟ من أجل الوصول إلى القذف الذي نسميه الاستمناء. وهذه العادة تختلف من واحد للتاني، فمنهم من يمارسها بشكل منتظم يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، ومنهم من يمارسها بشكل غير منتظم، ربما يصل إلى عدة مرات يوميا. والبعض الآخر يمارسها عند الوقوع على أمر محرك للشهوة، يعني ممكن يكون قاصد يشوف عشان يمارس، وممكن ما يكونش قاصد يشوف،
لكنه يعبث في أعضائه التناسلية من أجل استجلاب الشهوة وتحقيق الاستمتاع. المهم إن تلك العادة المستقبحة تحكمت في فئات مختلفة من المجتمع، وأصبحت تقض مضاجعهم وتؤرق نومهم، والكل بدأ يسأل ويشتكي، عاوزين حل. يبحث الكثير ممن وقع فيها لإيجاد حل من الحلول للخلاص منها، ولكن دون جدوى. ويلهث آخرون وراء المجلات الطبية ويرهقون أنفسهم ويذلونها أمام الأطباء من أجل الخلاص منه، إلا أنهم يزدادوا بذلك غرقا فيها. لماذا؟ ليه؟ إيه المشكلة؟ وإيه الأسباب التي نشرت هذه العادة بين أبناء الأمة، سواء كانوا مراهقين أو راشدين، سواء كانوا صالحين أو ضالين؟ عشان كده احنا معاكم نقف على باب النجاة والخلاص بالنصيحة التي تمتلئ بالحب والإخلاص. عاوزين نخلي العادة السرية خارج نطاق الخدمة قبل ما نبقى احنا اللي خارج نطاق الخدمة. وقبل ما ندخل في موضوعنا لابد أن نعرف حكم الإسلام فيها. اسم حكم الإسلام. الحكم الأول: العادة السرية حكمها حرام على الرجل والمرأة على حد سواء. الكلام ده منين؟ لقد استدل الإمام مالك وتبعه الإمام الشافعي ومن ثم بعض الأحناف على تحريم الاستمناء باليد من القرآن الكريم، واستدلوا بقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كما استدل بعض الفقهاء بالآية 33 من سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهناك من الفقهاء الذين حرموا هذه العادة القبيحة استدلوا من السنة النبوية بحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، أي تكاليف الزواج والقدرة عليه، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، اللي مش هيقدر عليه بالاستمناء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي حماية من الوقوع في الحرام. النبي محمد قال الصوم، ما قالش الاستمناء، مع أنه أسهل من الصوم، ومع ذلك لم يسمح به النبي محمد. الحكم الثاني: أن العادة السرية حكمها مكروه على الرجل والمرأة على حد سواء، حيث يرفض بعض الفقهاء الظاهرية التحريم بالقياس. ده كلام ابن حزم، تكلم عن الاستمناء فقال: نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. الحكم الثالث: العادة السرية حكمها جائز بشروط. أجاز بعض العلماء بخاصة من الأحناف والحنابلة الاستمناء للجنسين فقط في حال الخوف من الوقوع في الزنا، إن فعلا يكون فيه زنا سيتحقق، مع الحرص على عدم الإكثار منه، لأنه قد يترتب عليه أضرار تحول إلى طريق البحث عن الشهوة، بدل ما احنا عاوزين نطفيها نشعلل، ذلك من باب الأخذ بالمفسدة الأقل.
لكن البعض أطلق التحريم. وقال صاحب الدر المختار: الاستمناء حرام وفيه التعذير. وهذا الإطلاق في التحريم قيده ابن عبدين الحنفي بحال استجلاب الشهوة، لكنه أجازه عند خوف الوقوع في الزنا. وأما الاستمناء بيد الزوجة فقد أجازه العلماء. وقد سئل ابن تيمية عن الاستمناء هل هو حرام أم حلال، فأجاب في مجموع الفتاوي: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله. وأما القول الآخر أنه مكروه غير محرم، أكثر الفقهاء لا يبيحونه، أي أنه لا رخصة فيه إلا إذا كان فيه فعلا هيحصل زنا، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض. يعني واحد مش هيعمله هيتعب ويمرض، وهذا قول أحمد وغيره. وأما دون الضرورة فما وجدنا أحدا رخص فيه. الكلام ده كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي. وقال كذلك في مجموع الفتاوي: الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا، سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت، وهو الزنا واللواط، ومش مجرد خوف بسيط. وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها، بأنه يفتكر واحدة وهو بيجامع، أو يتذكر صورة أو تتذكر هي منظرا، لا يقول به أحمد ولا غيره. وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. وبعد ما عرفنا الحكم، دلوقتي أنا عاوز الكل ينتبه عشان نعرف إحنا ماشيين فين وبنعمل إيه. لازم تعرف الآثار المترتبة على الفعل اللي أنت بتعمله ده. أنا عارف إنك هتسألني هي لها آثار يا شيخ؟ ياه، كرب وعذاب ودموع، أعذار عند الجبار. ندخل على الآثار الظاهرة والملموسة. أولا العجز الجنسي. نعم، بتقول ايه؟ عجز جنسي؟ اسمع، إن العادة السرية من أدمنها وأفرط فيها تؤدي إلى العجز الجنسي. إن هذا الكلام كلام كثير من المتخصصين. قالوا إيه؟ تؤدي إلى تناقص القدرات الجنسية عند الرجل من حيث قوة الانتصاب وعدد مرات الجماع وسرعة القذف. ومن أخطر مشاكلها تؤدي إلى قلة الرغبة في الجماع عند الجنسين وعدم الاستمتاع به للذكور والإناث. يعني فقدان الشهوة، هيجي له مسدة نفس. الحاجة الطيبة الجميلة نسد نفسهم عنها. أنا عارف أن بعض من يمارسون هذه العادة يقولون الآن: ولا تأثرت ولا حاجة يا مولانا، ولسه زي ما أنا. ما تخدعش نفسك واسمع في ودنك. إن هذا العجز لا يبدو ملحوظا للشباب وهو في عنفوان شبابه. ما تبصش لنفسك دلوقتي، لما تتقدم في السن شوية والأعراض تبدأ تظهر واحدة واحدة، واسأل اللي قاعدين مع الأزواج خارج نطاق الخدمة كم من الهم يحملون وكم من الأسرار يكتمون. وبلاش فضايح. اختفت السعادة من بيوتهم، امتلأت العيادات التخصصية بالمرضى من الجنسين لمعالجتهم. وأكثر حاجة تحزن
إن معظم اللي بيشتكوا من مشاكل العجز الجنسي بمختلف أنواعه من الشباب، من أول العشرينات والثلاثينات والأربعينات. أمال هتعملوا إيه بعد كده؟ يا حسرة على الشباب. وعلى فكرة الكلام ده من خلال دراسة قامت بها شركة منتجة لبعض العقاقير المقوية من الناحية الجنسية، واتضح أن أموالا هائلة، فلوس كتير، تنفق لعلاج وتنشيط القدرات لدى هؤلاء المعطلين ببعدهم عن رب العالمين. وطبعا هم ناسين إن هناك آثار سلبية خطيرة على الصحة بسبب هذه العقاقير في المستقبل القريب. وكل ده كان ليه؟ خليك مع الله وصلي على الحبيب، صدقني كل شيء هيطير. أخي عد إلى الله مهما تمادى، بك الذنب إن إلهي يتوب. أخي عد إلى الله مهما تمادى، بك الذنب إن إلهي يتوب. ثانيا من آثار العادة السيئة الإنهاك والآلام والضعف. بص كده، إذا وجدت شاب هزيل منهك القوة عمال يترنح وشكله أصفر وعنده مشاكل في الظهر والمفاصل والركب، مخلع يعني، بالإضافة إلى الرعشة وضعف البصر، الشبورة نزلت، تعرف إنه مدمن لهذه العادة، لأنها تنهك القوى بالكامل، خاصة الأجهزة العصبية والعضلية. وخلي بالك ما تخدعش نفسك، ممكن ما تحسش بالآثار اللي بنقول عليها دي وانت عندك لسه 15 سنة وحتى في العشرينات، لكن بعد كده تبدأ القوى تخور ومستوى العطاء في كل المجالات يقل تدريجيا، واحدة واحدة. أمال هي الأمة ضعيفة ليه؟ من اللي احنا بنشوفه في شبابنا يا بيه. يقول أحد علماء السلف: إن المني غذاء العقل ونخاع العظام وخلاصة العروق. ركز تاني، إن المني غذاء العقل، حد يأكل الأكل بتاع عقله، ونخاع العظام، امشي مخلع بقى، وخلاصة العروق، عوضنا على الله. وفي دراسة طبية بتقول إن مرة قذف واحدة تعادل مجهود من ركض ركضا متواصلا لمسافة عدة كيلومترات. جرب كده اجري كيلومتر واحد ركضا متواصلا، شوف هيحصل لك ايه. يبقى لما تقذف في حلال، تاخد حسنات على المجهود ده، وبعدين الحلال ربنا بيعينك عليه. أما الحرام يمت خسارة والندامة عليه. كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. ثالثا من الآثار السيئة لهذه العادة القبيحة الشتات الذهني وضعف الذاكرة. تلاقيه دايما سرحان، تلاقيه بعد الذكاء يبقى غبي. إن ممارسة هذه العادة بتخلي اللي كان بيفهم ما بيفهمش، واللي كان بيحفظ ما يحفظش. دور كده، في معظم من لديهم ضعف في الذاكرة وقصور في الفهم وعدم القدرة على الاستيعاب، هتلاقيهم من أصحاب البلية بالعادة السرية. فانتبه يا مسلم، عشان تكون مجد وعطائك يزيد وتبعد عن القلق وما ينخفضش مستواك التعليمي،
خلي العادة السرية خارج نطاق الخدمة. رابعا، من آثارها السيئة استمرار ممارستها بعد الزواج. اوعى تفكر يا اللي سبت نفسك للشيطان وعصيت الرحمن إن ممارسة هذه العادة القبيحة سواء للبنت ولا الولد إنها مرحلة وهتعدي عشان الظروف اللي احنا فيها يعني. والفراغ بقى انت عارفه، كثرة المغريات دي بس يا شيخ وقت المراهقة، والكل عمال يجيب شماعة يحط عليها الخطأ اللي هو فيه. ما هي الشماعات كترت في هذا العصر. واحد يقول لك المغريات يا شيخ، وبعدين احنا في سن المراهقة وكثرة المتبرجات، كل دي شماعات. وبعضهم يقول معلش يا شيخ ده احنا بنفرغ الشحنات الزائدة، ما تخليها في طاعة الله. امال لما نقول لك تعال نزور مريض ولا نعيم محتاج تقول تعبان وهلكان. امال فين الشحنات يا ابو شحنة؟ دلوقتي الشحنات زادت وهتنفجر. بنحمي نفسنا يا شيخ من الزنا والاخطاء. امال لما نقول لك تعال نعيم بعض تقول لي معلش اصل هلكان وتعبان والبطارية تنام. اسمع عبارة خطيرة. من ظن واعتقد أنه بمجرد الزواج وانتهاء فترة المراهقة ستزول هذه المعاناة والنفس هتهدى بوجود الطرق المشروعة كالزواج، بيضحك على نفسه، بيضحك على نفسه. بل إن الأخطر من ذلك إن البعض يصرح بأنه لا يجد المتعة في سواه. زوجتك معاه مش حاسس بالمتعة، وانت زوجك معاك مش حاسة بالمتعة. لا تثيره ولا يثيرها إلا العادة السيئة. وعشان كده بقى تجد التليفونات والمحادثات، الكل عاوز يعيش أيامه ويفرغ الشحنات. الأزواج يشعرون بنقص في المتعة ولا يتمكن من تحقيق الإشباع الكامل، وتجد النفور بين الأزواج والمشاكل الزوجية تكتر. والله دي حقيقة، أمر خطير. حدثني البعض أنه يعوض النقص بالعادة التي كان قد اعتاده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا، من ضمن الآثار التي تدمر شباب الأمة رجالها ونساءها الشعور بالندم والحسرة. من الآثار النفسية السيئة التي تخلفها هذه العادة القبيحة الندم والحسرة، لأنها لذة وقتية لمدة ثواني، ثم بعد اللذة الوقتية يغرق الإنسان في بحور الندم وألم الحسرة. انتهت النشوة. ليه بيحس بكده؟ أو ليه هي بتحس بكده؟ لأن من وقع فيها يستشعر أنها لم تضف له جديدا. 6، من أثارها السيئة تعطيل القدرات. تلاقي اللي بيمارس هذه العادة عنده رغبة دائمة في النوم، مش عاوز يقوم أبدا، أو بينام بالطريقة غير منتظمة. يضيع الوقت ما بين العادة السرية وبين النوم عشان يعوض المجهود. وطبعا ده يترتب عليه ايه؟ هينعزل عن الناس. الانطواء غير التوتر بقى والقلق النفسي. يا اخوانا احنا بنتكلم في حقائق، ومحدش يصدق الجماعة اللي بيتكلموا من غير فهم ومن غير إخلاص. تعالوا نشوف بقى الآثار الغير ملموسة، وده عنصر خطير جدا. كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. يا ترى ايه الآثار دي؟ يعني في حاجات ممكن ترتبك في جسم الإنسان وفي حياة الإنسان، ولما يلاقي حياته اتلخبطت ممكن ما يحسش إن السبب فيها العادة السيئة. لكن الواقع والدراسة تؤكد لنا
أن الآثار الغير ملموسة اللي ما بناخدش بالنا منها بسبب العادة السيئة. زي ايش؟ أولا الكلام خطير، تسبب العادة السرية إفساد الخلايا بالمخ والذاكرة. يا ستير يا رب، ازاي الكلام ده؟ نسمع ونوحد الله. ركز معايا. الذي يمارس العادة السرية بيعملها كده من غير أي مؤثرات ومن غير أي بواعث أو مصادر تحركها. أكيد في مصادر. إيه هي؟ هناك مصادر خارجية ومصادر داخلية. زي إيه؟ المصادر الخارجية زي الصور، صورة البنت حلوة أو صورة الواد مزفلط محفلط، والأفلام أو النظر للمناظر الحقيقية التي تحرك الغرائز. الواد يبص للبنت في الشارع والبنت تبص للولد في الشارع، دي مصادر خارجية. أما المصادر الداخلية، العقل يتخيل ويصور الخيال الجنسي الذي يدفع إلى تحريك الشهوة، ومن أدمنها لا يقف عقله عند تخيل واحد، هيشتغل على طول ويطور عشان يتصور، عشان المتعة ما تقلش، عشان يوصل لقمة الإشباع. وعشان نفهم الأمر ولله المثل الأعلى، اتصور معايا إن خلايا الذاكرة دي عبارة عن مكتبة لشرايط الفيديو. فتخيل إن المكتبة دي فيها حجم معين للخلايا زي المخ. كل شوية نجيب شريط من الأفلام القبيحة الجنسية ونحطها. مخك شغال في الخيبة والهيف، هيحفظ قرآن؟ هيستوعب علوم؟ هيفضى لمصالح المسلمين؟ اسأل طلبة العلم. وسيفاجأ الذين يقعون في براسن هذه العادة أنهم بعد أن ينتهوا من حياتهم الدراسية وتحصيل العلم إنهم طالعين صفر اليدين، ما معهمش حاجة. اسأل طلاب العلم اللي بيطلعوا من الجامعات. ثانيا، من ضمن الآثار الغير ملموسة اللي ما بنحسش بها دلوقتي سقوط المبادئ والقيم. تلاقي الواحد أو الواحدة في الأول يرفض التجاوزات، الحاجة دي يا فلان لا حرام، طب الحاجة ديت لا النبي يغضب منها. لكن مع الطلب الخطير من النفس لهذه العادة السيئة المبادئ بتتهاوى واحدة ورا التانية. وكم من ملتزم يشتكي لي الآن، اي والله، اتصل بي أحدهم يقول تركت صلاة الفجر، بل تركت صلاة الجماعة، بل تركت الصلاة بالكلية ورفقة الصالحين. بسبب إيه؟ أنه أدمن تلك العادة القبيحة. انتبه يا كل أب، وانتبه يا كل أم، أنت يا مسلم وأنت يا مسلمة. في بادئ الأمر كان يرفض أن يتنازل عن المبادئ والقيم، لأنه لا يزال ذو دين وخلق ومبادئ. لكن المرة تلو المرة، واحدة واحدة، بتوغل الخيال الجنسي بما يشاهده من أفلام ووسائل أخرى محركة للجنس، وكلها وسائل دنيئة لا تعترف بدين أو مبدأ، ولا يلبثون إلا قليلا حتى تجد مبادئ هؤلاء المساكين في الانهيار، ويصبحون في النهاية أناس بمفهوم الحيوانات لا يحكمهم دين ولا مبدأ، وما هم إلا عبيد مسيرون، أو ماشوا خلاص. ثم يدمن العادة، والنهاية بلا شك ستكون أليمة. ضياع في الدنيا بإدمان الزنا أو اللواط وما يترتب عليهما من أمراض جنسية كالإيدز، وأقل الأضرار طلاق المتزوجين، أو فضيحة لدى الأهل، وغير ذلك من الأمور. يتبع ذلك سوء خاتمة على حال من الأحوال. أسأل الله تعالى أن يقينا شرور أنفسنا وسوء المآل. ثالثا، زوال الحياء والعفة. إن من أعظم الأخطار لهذه العادة القبيحة على الأخ المسلم والأخت المسلمة إن الحياء بيتلاشى ويزول تدريجيا، العفة تنهدم، وحواجز الأخلاق والدين تدمر.
ولا تعجب. فلا عجب أن ترى ذلك الشاب الخلوق اللي كانت أخلاقه حلوة، الذي لم يكن يتجرأ بالنظر على العورات، سواء كانت واحدة قريبته ولا جارته أو حتى في الشارع، أصبح يلاحق ويتتبع العورات من هنا وهناك، عاوز يلحق دي ويصطاد دي. ولا عجب، حتى البنت التي كانت تستحي من رفع بصرها أعلى من موضع قدميها كانت تمشي تبص في الأرض، قد أصبحت هي التي تقلب البصر إلى هذا وذاك في الأسواق، تفضل تبص للراجل وتتبع النظرة تلو النظرة حتى يستحي الرجل ويغض بصره. البنت واقفة تبص للسيارات الحلوة الجميلة، يا ترى مين اللي راكب فيها؟ مين ده؟ تنظر إلى عورات الرجال. سيري بحياء وبخجل وحذاري غضب الجبار، فالقبر مواجهة كبرى والله يعذب بالنار. كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. ونترك النساء والبنات والأخوات يشاهدن كل مشاهد الحب والغرام في القنوات والشاشات. لا عجب، لا عجب أن ترى الذي كان خياله بالأمس طاهرا، ما كانش بيبص إلا الشيء النظيف، خياله كان نظيف، لا يفكر إلا في الأمور البريئة، أصبح الآن ينتقل بفكره وخياله في كل مجال من مجالات الجنس والشهوة. بص في الأماكن العامة، العربية اللي انت راكبها، المحل اللي انت واقف فيه، حتى وانت طالع من المسجد، فين غض البصر؟ إن مما أصابني بالألم والحسرة أن البعض قد اتصل بي يؤكد أنه بسبب نظرته لأخت من الأخوات في المسجد وقع في هذه العادة. ما بالك في الأماكن العامة اللي فيها اختلاط كالأسواق والمتنزهات؟ إنها من أشد الدلائل على زوال الحياء إلا ممن رحم الله. ولما الحياء والعفة يروحهم، لا شك أنه من السهل جدا أن تقام العلاقات المحرمة وكل ما يترتب عليها من أصناف وألوان الكبائر. أسأل الله أن يعصمنا منها وإياكم. شوف أنت بتحط نفسك فين يا مسلم، وبدلا من أن يجعل المسلم والمسلمة هذه العادة السيئة خارج نطاق الخدمة، جعلوا الحياء والعفة خارج نطاق الخدمة. رابعا، إن من أخطر ما يترتب على هذه العادة القبيحة تعدد الطلاق والزواج والفواحش. ليه؟ لأن المدمن للخيال والأوهام لن يصل إلى النشوة والاستمتاع بما لديه من حلال، لأن الزوجة طبعا بالنسبة للخيال المريض اللي عاش في هذه العادة لن تصل إلى نفس مستوى الإغراء والإثارة، حتى لو كانت الزوجة لديها مقومات جمال وعفة وبراءة، لأن في نظر مدمن الخيال والأوهام زوجته مش هتوصل للدرجة اللي هو عاوزها، اللي عايش بها في خياله الوردي المزيف. وطبعا الحاجات ديت هيترتب عليها فتور جنسي، والكل بقى يفكر ده ما عادش بيحبني، ده هي ما بتحبنيش، فيفكرون في الطلاق أو الزواج بامرأة أخرى عشان يبحث عن المفقود، ظنا منه أن المشكلة في زوجته الأولى فيطلق ثم يتزوج بأخرى وتبقى نفس المشكلة. ومنهم من يبكي على زوجته ولا يطلقه لكنه يلجأ إلى الوسائل المحرمة. اتحبس المسكين في حلقة مفقودة من المحرمات يحاول الوصول إلى غايته، وليته علم أن المشكلة كانت منذ بدايته في العادة السرية. ودليل ذلك أن الذي لم يكن يمارسها ولم يضع نفسه عبدا لها يصل إلى الإشباع بأقل شيء يكفيه من الحلال، يستمتع بزوجته. وخلي بالك الكلام ده
بينطبق أيضا على النساء، إلا أن المرأة قد تخفي هذه الحقيقة أكثر وتصبر وتتحمل. ده لو كان عندها إيمان بيحملها على كده، وإن لم يكن لديها الإيمان الكافي تسعى لتعويض هذا الأمر بأحد الحلول المحرمة. يا رب يعافي الجميع. خلاص ندخل على الآثار المستقبلية. كرب أول حاجة وعذاب قصور في التعليم ودموع وعدم الحصول على وظيفة جيدة بعده. أعذار عند الجبار. ليه الشباب للأسف الشديد لما بيجي يتعين ما بينجحش، وكمان ما حدش بيرضى يعينه؟ لأنه فارغ، لأنه ليس لديه نشاط، لأنه فرغ الشحنات فلم يكتسب شيئا من الخبرات. والعمل بيحتاج نشاط بدني وصحة جيدة واستيقاظ مبكر وانتظام في دوام العمل، فكيف سيقوى مدمن العادة السرية على كل ذلك؟ ده هو غرقان ومنعزل في بحور الشهوات المحرمة. أي عقل وأي جسم سيقوى على مواجهة ما ذكر؟ حتى لو كان هذا الإنسان غنيا برضه هيبقى عاطل. غير كده بقى أنها تجد أن أكثر هؤلاء يفرطون في العبادات، فلا صلاة ولا صوم ولا تفريق بين حلال وحرام. شأنهم في ذلك شأن الكفار وأهل الدنيا، حياتهم لا تتسع إلا للعمل والشهوات. ولك أن تتخيل لو مات أمثال هؤلاء وهم من أهل الدنيا والشهوات، فإلى أي مآل سيؤولون؟ رايحين فين؟ وإلى أي لون من ألوان العذاب سيلاقون؟ كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. نمرة اثنين رعاية الأهل والذرية. هل تظن أن المدمن للعادة السرية هيرعى الأهل والذرية؟ هو فاضي عنه. إن كل همه منصبا على إشباع تلك الغريزة وإنفاق المال وتضييع الوقت من أجل توفير ما يشبع هذه الرغبة. ستجده كثير السفر للخارج وكثير السهر وناس البيت وهو لا يدري. أنت اللي عمال تجري ورا شهواتك. هل تدري إذا كانت أختك أو زوجتك أو ابنتك غارقة هي الأخرى في وحل آخر أم لا؟ أنت هتتفرغ لتربية أولادك تربية سليمة؟ ضيعت الأمانة في نفسك، فكيف بها في أهلك؟ يا شباب لابد أن نعرف أن الله تعالى لم يأمرنا بترك الزنا فحسب، بل نهانا أيضا عن كل ما يقربنا إليه. إزاي؟ بأن نحفظ الفروج. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه في وصفه للمؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون. والعادة السرية ما فيش شك من الوسائل التي تقرب للزنا. أخي الحبيب أخي عدل الله مهما تنادى بك الذنب إنا إلهي يتوب. أخي عدل الله مهما تنادى بك الذنب إنا إلهي يتوب. أختي الطيبة، اختار الدين أو اللادين فحمق ألا تختاري. اختار الدين أو اللادين فحمق ألا تختاري. فالموعد ضيق في القبر والنار مصير الفجار. إني خيرتك فاختاري. أخي الحبيب، أختي الطيبة، أنا مش عاوز أقسو عليك، إحنا بس عاوزين نقتنع. إذا وصلنا للقناعة يبقى هنخرج من هذا الإدمان. اقتنع يا أخي، اقتنع يا أخي، وكله هيبقى سهل. إزاي؟ متى ما صدقت النية
وتوفر الجهاد والصبر من أجل الانتصار في هذه المعركة الشرسة. معركة شرسة؟ نعم، هي معركة شرسة، ولا يتوقع أنها مجرد عادة سرية. مش سهل الحكاية دي، فهي حرب ضروس، والأعداء فيها كثر وأقوياء جدا. النفس الأمارة بالسوء، وساوس الشيطان والقرين، أصدقاء السوء، نساء السوء والسفور والعهر والفساد. فلا بد من الاقتناع الأول. يلا يا شباب إلى الطهر والعفاف، نتخلص من عبوديتنا لعادة، وابحثوا جميعا عن السعادة. كيف ذلك؟ نحدد طرق العلاج. أولا، إن من أعظم أسباب الانتصار أن تعتمد على العزيز الغفار. طب إزاي؟ عشان ربنا يعينك خذ الخطوات دي. مجاهدة النفس على أداء الصلوات الخمس في المساجد. تصلي الصلوات الخمس إن كنت عاوز تتعالج، مش عاوز بقى أنت حر. لا سيما صلاة الفجر ما تسيبهاش، لأنها تضبط لك حاجات كتير. هتخليك تنام بدري، تخرج تشم هوا نظيف، هتحببك في المساجد وتحبب المساجد فيك، هتلاقي نفسك على طهارة دائمة. فإذا سمعت النداء فلبي، ولا تجعل للشيطان فرصة للدخول بينك وبين الخالق العظيم. وعشان ربنا يعينك تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سيكون مع الإنسان في سمعه وبصره ويده وقدمه بكيفية لا نعلمها نحن، إنما يعلمها الله. الكلام ده جاء في حديث قدسي عن رب العزة. فرصة لا تعوض وشرف عظيم. اسعى أخي الفاضل لتحقيقه، وحاولي أختي الفاضلة أن تصلي إليه. فإن تحقق ذلك فلن يكون من السهل على السمع أن يستمع لله، أو على البصر أن ينظر إلى المحرمات، أو على اليد أن تمارس العادة السيئة، أو على القدم أن تمشي إلى أماكن الفواحش. فالله يكون سمعك وبصرك ويدك. فاحرص أخي الفاضل وأختي الفاضلة على أداء النوافل كالسنن الرواتب والوتر وقيام الليل، وكذلك صيام الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر، والتصدق كثيرا. طلعوا حاجة يا أخواننا، خلي ربنا يعيننا. ولا يمل الله حتى يمل العبد. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات، واقفا لأمر الله لا تكن أهلي ومال ورفاقي وعيال، شغلوا أمري وبالي ذاك شرك مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ومن الأشياء التي يلجأ بها الإنسان إلى خالقه عشان يعن على ما نحن فيه الدعاء والخضوع الدائم لله العزيز الغفار، لا سيما في السجود في صلاة النافلة آخر الليل إن أمكن، بالليل والناس نايمين. قل يا رب عني وامنع عني البلاء، واطلب من الملك أنه ينصرك على الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء. قل يا رب اغنيني بالحلال عن الحرام، وأن يغفر لنا ما بدر منا في حق أنفسنا وفي حق رب العزة والجلال. اظهر الخضوع والذل والضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو إلا بعون الله، وسيجد من يفعل ذلك أن الله خير معين بشرط النية الصادقة. جاهد ضد نفسك وهواك بالدعاء في ساعات الليل. قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اطلب من ربنا واطلبي من الله. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. اطلب، فخزائن الله لا تنفد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
لا تيأس. ويا من حرمت نعمة الزواج لأنك لا تستطيع، توجه للخالق العظيم قائلا: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. فلا تعبد نفسك لشهواتك، فلا علاج بغير اللجوء إلى الله. أجرني فإني رفيق عليك، وأرجو لك التوبة من كل حوب. أسير الخطايا أسير الذنوب، أجبني بربك هل ستوب. رقم 2، تساعد نفسك بهجر مجالس الشيطان، سواء كانوا شياطين إنس أو شياطين جن. يلي انتوا عاوزين النجاة وبتدوروا على تقوى الله، يجب أن نحرص دائما على أن تحفنا ملائكة الرحمن وتدعو لنا بالاستغفار. إزاي الكلام ده؟ شوف إيه الأسباب اللي بتخلي الملائكة تحضر. فالملائكة لا تتواجد في مكان فيه صور ومجسمات، أو في مجلس فيه غناء ومنكرات، أو فيه رقص، أو بالتعري من اللباس عند المتبرجات. مش ممكن الملائكة تحضر. فإن فعلت ذلك بأمر الله ستستطيع محاربة الشيطان والنفس والهوى. إنما الحال اللي احنا فيه الشياطين حوالينا حتى في البيوت. فإذا تخيلنا واقع المنازل اليوم لأدركنا لماذا أصبحت مرتعا للشياطين وطاردة لملائكة الرحمن. وهذا بلا شك لن يساعد على العلاج، إنما سيؤدي إلى كثير وكثير من الهدم في المجتمع والتدمير. يبقى تستعين بالله وتخلي الملائكة دايما معاك. شيل الصور المتعلقة حواليك، سيبك من المغني اللي نسي هدومه ده، والمغنية دي، والراقصة دي، والكلام الفارغ اللي بنشوفه ده. انت عاوز تتعالج وانت بتروح للمرض. الخطوة الثالثة من خطوات العلاج أن تقهر وساوس الشيطان الجنسية. ووساوس الشيطان ليست بالأمر الواضح، يعني شيء مش ظاهر قدامك. يعني الشيطان مش هيجي لك كده بصورة مباشرة ويوقعك في الحاجات دي. ومش كل إنسان هينتبه لوساوس الشيطان، حيث أن أسلوبه اللعين خزاه الله لا يدعو صراحة ويقول تعالى يا فلان إذن، أو اشرب الخمر، أو مارس العادة السرية، ولكنه بخبرته الطويلة عليه لعنة الله مع بني آدم قد يأتي قائلا: لماذا لا ترى شيئا من هذه الأفلام التي يتكلم عنها الشباب من باب العلم بالشيء فقط، مجرد ثقافة، وعشان الناس ما تقولش عليك ده أنت متخلف، ولكي تكتسب خبرة جنسية جديدة تفيدك عند الزواج. هو الشيطان هيوديك لحاجة فيها فايدة؟ روح اكتسب خبرات، وبعدين بقى اقعد الطم. ثم يأتيك شيطان من شياطين الإنس ويقول لك خذ شاهد فيلما واحدا ولن تكون هناك مشكلة. ونحن لا ندري أنه من هذه الشرارة الصغيرة ستكون النار التي لن تخمد ولن تترك هذا المسكين إلا وهو غارق في بحور الشهوة المحرمة. فحصن نفسك يا مسلم، والجأ إلى الله، اطرد الشياطين ورافق ملائكة الرحمن. حصن نفسك في اليوم والليلة بالأدعية والأذكار. فلماذا لا تحصل على سلعة الرحمن الطيبة؟ امنع الشيطان عن طعامك وشرابك أيها الإنسان، وعن النظر إلى عوراتك. استغفار وأذكار تبعد عنك مكايد الشيطان وتخلصك مما أنت فيه من هذا العار. ومن خطوات العلاج الزواج المبكر. فاحرص أيها الشاب، واحرصي يا أخت الإسلام على الزواج المبكر. إنما نيجي نزوج يقول لك البنت لسه صغيرة والواد لسه صغير. ندائي للآباء والأمهات: اعصموا أولادكم حفاظا على دينهم وأنفسهم وصحتهم ومبادئهم، ولا بد من اختيار ذات الدين. فإذا أردت نجاة ابتعد كل البعد عن السافرة المتبرجة مدعية التحرر التي تبحث عن المال والسيارات
وآخر الموضات ومنافسة الصديقات. وأقول لك يا أخت الإسلام، ابتعدي أختي عن الزوج الدنيوي، تارك الجماعات، المجاهر بالمعاصي والفواحش والمفرط في العبادات والمتساهل في المحرمات. لا ترفض الزواج من الشاب الصالح حتى وإن كنت صغيرة السن. بتتحججي بإيه؟ بإتمام الدراسة؟ لا تنساك وراء الشعارات المنادية بالتحرر، إنها تقذف بك في نيران الشيطان. إن مخالفة شرع الله هو الباعث الأكبر، وإن كان بغير شعور، إلى الخيانة أو الانفصال أو إلى الملل والانتقام والخوض في مجال المعاصي والكبائر كالزنا. نعم أخي الفاضل، اعصم نفسك من هذه العادة. تزوج قبل أن تذرف طاقتك ومجهودك وتقعد بجوار زوجتك الشرعية لا تقوى على مجامعتها بالحلال، ترغب فيها ولا تقوى على ذلك، وهي راغبة فيك، وتحرم نفسك من الأجر والعصمة واللذة والمتعة لأنك فقدت الكثير والكثير قبل الزواج. يا أولياء الأمور، اتقوا الله، راعوا هذه الأمور، خفضوا المهور، ساعدوا الأبناء على هذه الغاية السامية. دعونا من هذه الكماليات التافهة، سيارة غالية، سفر للخارج. ازرعوا في أبنائكم تحمل المسؤولية، يكونوا رجال شوي بدل المياعة اللي احنا شايفينها دي. الأمة محتاجة رجال، وإن كانت الأسرة في ضائقة نسعى على قد حالهم. ابحثوا عن أسرة كريمة تشتري الرجال الصالحين. يا أولياء الأمور، افعلوا ذلك قبل أن تكونوا سببا في دفع الأبناء والبنات إلى الحرام والفواحش وتهدموا أمة الحبيب المصطفى بما تفعلون. ويا شباب، أزف إليكم هذه البشرى التي جاءت من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الشاب يريد الزواج من أجل العصمة. لا بد أن نفهم وأن نتيقن أن الزواج أقوى علاج لمحاربة الشهوات. ولا أستدل بأكثر من قول الحبيب المصطفى: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن خطوات العلاج إنك يا أخي الحبيب تلتزم الجماعة الصالحة. وانت يا أخت الإسلام خليك مع الطيبات، كوني مع الطاهرات العفيفات، تمسكوا بجماعة الأخيار، فقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في معنى الأحاديث عن النبي محمد أن يد الله مع الجماعة. فإياكم وترك جماعة الصالحين والإخوة الملتزمين الذين هم على الخير والصلاح وليسوا من دعاة الشر والفساد، فإن فعلت ذلك لن يجد الشيطان إليك سبيلا. واشغل نفسك أخي الفاضل في مجالات الخير، في حلقات ودروس وندوات العلم، وسيبارك الله خطواتك. الخطوة التي تليها من خطوات العلاج لهذه العادة القبيحة الوقت والفراغ، وهم دول مشكلة المشاكل في هذا العصر. إن أكبر نعمتان مغبون فيها ابن آدم هما الصحة والفراغ، كما جاء في حديث النبي: اوعى تسيب أي ساعة دون أن يكون فيها شيء مفيد ونافع لدينك ولدنياك، وإلا سيكون هذا الفراغ نقمة عليك في الدنيا وفي الآخرة، ومدعاة لدخول الشيطان إلى جوارحك، وبعدها هنندم. ومن ضمن العلاج أيضا أن تحذر القنوات الفضائية، فإنها أساس لكل بلية. فكم من الإفساد والانحلال والمحرمات التي تبثها هذه القنوات، بدءا بالانحرافات العقدية ومرورا بالإغراءات الجنسية. وطبعا عارفين احنا دعاوى التحرر والإباحية وخرق حواجز الدين والعفة والحياء. ما نضحكش على بعض، إن اقتناء هذه الأجهزة يحتاج منا إلى جيش للدفاع عن العقيدة والدين والعفة والطهارة. لقد أصبح من النادر بل ومن المستحيل
أن تخلو قناة فضائية من عرض بضاعتها إلا بواسطة نساء كاسيات عاريات مهمتهن الرئيسية جذب أكبر قدر ممكن من الزبائن المشاهدين يعني. ومن المؤسف أنه قد أصبح من الطبيعي جدا، أمر عاد فريش لدى الكثير من المسلمين استباحة النظر إلى أمثال هؤلاء من المذيعات ومن المقدمات بتوع البرامج والعارضات، وممثلات وهن باللبس العاري أو الضيق أو الشفاف أو القصير، وطبعا مستخدمات في ذلك كل وسائل التغنج والتبجح وخدش الدين والعفة والحياء. وطبعا الكلام ده مش للرجالة بس، ده حتى النساء ركزوا عليهم من خلال بث السموم بعرض قصص الحب والغرام وعرض عورات الرجال بأشكال فاتنة، فضلا عما يقدم في الأفلام والمسلسلات المدبلجة الوافدة من بلاد الكفر والفساد، ومسابقات الجمال وعروض الأزياء والأغاني المصورة. واقع أليم والله العظيم، حتى إن بنت طفلة صغيرة في الخامسة من عمرها 5 سنين هرعت إلى والدها تصيح، وعلامات الدهشة والذهول مالية البنت، بتقول بابا بابا تعال وشوف. إيه يا بنت؟ قالت شفت امرأة في التلفزيون ماشية في الشارع ولا ترتدي إلا قطعة صغيرة جدا جدا وباقي جسمها عار تماما والرجال يشاهدونه، هل هي مسلمة يا بابا؟ قال لها بالطبع لا يا بنتي، هي كفرة، رغم ان المشهد ده كان يعرض في قناة دولة عربية مسلمة. انتبهي واعتبري لا تمشي خلف الكفار، لا يمكن للحرة أبدا أن تقع فريسة أبصاري، إني خيرتك فاختاري. فإذا بالبنت تنزل عليه بالسؤال الثاني كالصاعقة: انتبهي، وإن كانت كفرة لماذا لم تستحي من هؤلاء الرجال الذين يرونها؟ واعتبري، يعني حتى لو كانت كفرة يا بابا، بنت عندها 5 سنين، لا تمشي خلف الكفار. طب ليه ما انكسفتش؟ ايه يعني كفر؟ مش هي بنت؟ ثم سألت أبيها: هل تستطيع كل واحدة أن تفعل مثلها؟ طبعا السؤال ده وغيره جعل هذا الغيور يخاف على ابنته. ذلك كان موقف طفلة صغيرة جاهد والديها لغرس تعاليم الدين والحياء فيها، ليأتي هذا الجهاز وينسف كل ما ذرعوه في لحظة من لحظات الغفلة. فما هو الحال لو حدث الموقف مع فتاة أو شاب مراهقين وفي عنفوان شبابهما وقوتهما، وهما يشاهدان ألوانا وأصنافا من الفتن الإباحية والإغراءات الجنسية؟ ماذا سيكون الأثر الداخلي عليهم قبل الأثر الخارجي؟ إيه هيكون الحال؟ أنا عاوز إجابة من أولي الأبصار الذين أمروا بوقاية النفس والأهل النار، وقودها الناس والحجارة. في الغرب الكافر عندما لاحظوا خطورة هذه السموم وما صاحب ذلك من ارتفاع في معدلات الشذوذ واللقطاء والإجهاض والإدمان والاكتئاب والانتحار، وفوق كل هذا انتشار الفواحش لدى الصغار، بدأوا بالمطالبة بضرورة تصحيح ذلك الوضع الخاطئ، وإحنا لسه هنا ماشيين في الوحل وهم بيعدلوا هناك. إنما يحدث كفيل بإيقاد نار الفتنة لدى الشباب. لا يمكن أن يكون هناك علاج لمدمن هذه العادة السيئة طالما أنه يشاهد هذه القنوات. ما نضحكش على بعض، أطلقنا العنان للشاب والفتاة للنظر والمتابعة والتعايش مع أحداث هذه القنوات والأفلام، ناهيك عن الموسيقى والأغاني. الغناء والموسيقى بريد الزنا، ولك أن تعرف أن الشيطان طلبهما من الله جل وعلا لتكون الموسيقى آذانه، الأذان بتاعه، والغناء صلواته، وكان له ذلك، بهما يصلي العبد للشيطان، منافق من سمعهما. فبإدمان الموسيقى والأغاني تترك الصلوات وتهدر الجماعات وتغرق المجتمعات في المحرمات، عدم الغيرة على الأهل والمحارم، انتشار حفلات الخنا والرقص والاختلاط وكل ما يتبع ذلك من خمر وزنا ومخدرات، بهما تنهار عوائق العفة والحياء.
بهما تشتعل القلوب وتلهب الأحاسيس. أخي وأختي، آفة المجتمع المسلم الآن الغناء والموسيقى، فلا يمكن أن تتخلص أو تتخلص الأخت المسلمة مما هي فيه من عادة قبيحة إلا بالتخلص من هذا. فالكل يستحضر عقله وقلبه وجوارحه. عاوزين ننضف يا عالم. املأ الذاكرة الفارغة في مخك بحفظ القرآن. نظف وطهر خلايا المخ من العفن. إذا كان عندك جزئية لسه فاضية املاها بالفكر في أمور وواقع المسلمين في العالم. فكر في الفقراء والمساكين والأيتام. اعمل لنفسك الحياة هتمشي ومحدش هيقعد. إن كان لسه عندك فراغ ومخك لسه فيه عفن، اذهب للمقابر، المستشفيات، شوف ربنا مديك ايه من نعمة وانت بتضيعها في الكلام الفارغ. بص في واقع المرضى والموتى واستشعر نعمة الله الخالق. نبه عقلك للخير. وعشان تتقي فتنة النساء ما تسمحش للأصدقاء إن كل واحد يتحدث عن العلاقات بتاعته. الشيطان هيشغلها في دماغك، وسيبهم وما عدتش تصاحبهم. عاوزين ننضف يا عالم. طهروا الجوارح، طهروا الجوارح، طهروا الجوارح.